السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة على طريقتي In My Way. الفيديو ديال اليوم هو جولة في أصغر غرفة في البيت ديالي، وهي غرفة أطفالي. غرفة صغيرة ولكن حاولت نضيف لها لمساتي الخاصة وأفكاري المتواضعة الجد متواضعة، وشاركتها معكم يعني تحت طلب الكثير منكم رغم يعني بساطتها، فكنتمنى تستافدوا منها وتفيدوني كذلك بالأفكار ديالكم، علاش لا. وما نطولش عليكم البنات وندخلوا مباشرة في التفاصيل. هذا هو المدخل ديال غرفة الأطفال. كيف ما كتشوفوا معايا البنات فاحنا دايرين هكا جوج ديال الأسرة، ما درناش غير سرير واحد، لأن يعني كيف ما اتفقت أنا والزوج ديالي أننا نديروا هكا جوج ديال الأسرة من الأحسن. لأن الأطفال ديالي هكا كيتقلبوا في الليل وكيطيحوا، يعني بالنسبة للطفل ديالي الصغير فمازال كيطيح لحد الساعة، فحتى الأطفال ديالي ما كيبغيوش هذاك النوعية ديال السرير، وفضلنا على أننا نديروا هاد النوعية ديال السرير، مع العلم أن البيت صغير يعني والأسرة اللي كتكون واحد فوق من واحد كيكونوا عمليين بصراحة وكيخليو مساحة كبيرة في الغرفة، ولكن للأسف الأطفال ديالي ما كيبغيوهمش، وحتى كذلك حنايا فضلنا أننا ما نديروهمش لهم، لربما هكا يطيح شي واحد فيهم ونوصلوا فيما لا يحمد عقباه. المهم كما قلت لكم فضلنا على أننا نديرهم هكا بشكل يعني بشكل فردي، حتى لو كبروا الوليدات البنات يعني بقى عندك هكا السرير اللي تقدري تستعمليه حتى والدري هكا وكبير. فلان ملي كيكبروا الوليدات هكا شي شويه ما كيبقاوش يبغيو هذوك الاسره اللي كيكون واحد فوق واحد، لانهم كيعتبروهم ديال الدراري الصغار بهذه العباره. المهم كما تشوفوا البنات في المدخل عندي هذا السرير ديال الابن ديالي الكبير، و راه ديال الابن ديالي الصغير عفوا. وكما كتشوفوا معايا فانا الحيط ديالهم هذا اللي على اليمين صبغته باللون الرمادي وصبغته بوحدي يا البنات، وكنت مشاركه معكم يعني هذاك النهار اللي صبغته فيه، ولكن للاسف ضاع لي هذاك التصوير. المهم صبغته باللون الرمادي لان ذاك الحائط كانت فيه عيوب كثيره تقب، يعني كانت فيه خربشات ديال الكريونات ديال الدراري وداك الشيء. المهم كان مخربه البنات، ففكرت انا ماليا اشنو ممكن ندير، وبالتالي قررت على أنني نصبغه باللون الرمادي، وبالتالي غطيت كل من داك العيوب اللي كانوا في داك الحائط، ويعني درت منظر يعني مختلف وجميل يعني في البيت في الغرفه ديال الاطفال. وكيف ما تشوفوا حاولت يعني كما تشوفوا حتى اللون الرمادي كيتواتى بشكل كبير مع اللون الازرق. حطيت هاد المخدات البنات وحده في اللون الابيض والاخرى في اللون الازرق، وغيرت في الجهه الاخرى بالنسبه يعني السرير ديال الابن ديالي الكبير غيرت، يعني درت اللون الازرق، ودرت كذلك هذاك يعني المخده اللي فيها الازرق والابيض. ولا لاحظتوا السرير البنات انا درته مغاير تماما، يعني ما درتش هذاك السرير اللي يعني كنديروه دائما، يعني الشكل الاعتيادي اللي كيكون الراس ديالو من جهه الراس، فدرتو هكا من الوسط كيف ما كتشوفوا معايا، جا بحال شي جلسة رومية هكا، وفي نفس الوقت راها غيرت الشكل ديال السرير الاعتيادي، لانه كما قلت لكم غرفة النوم عندي صغيرة، فما كنتش قادرة انني ندير واحد سرير على اليمين وسرير على اليسار، فما عنديش المساحة، فلهذا قررت على انني هكا نديرو يعني نديرو كما تشوفوا معايا على هذاك الشكل في الوسط، وبالتالي راه جا الشكل ديالو مبدل ومغاير وشكل مختلف تماما على السرير الاعتيادي، وبهذا حافظت على المساحة اللي عندي في البيت في الغرفة عفوا. هذا هو الثوب البنات، راه ديجا كنت شاركت معكم، شريته ب10 دراهم البنات كما تشوفوا معايا، وصوبت الستائر. وواحد السيده سولتني قالت لي قولي لنا الثمن، صوبهم ليا ب60 درهم، يعني كنت خديت 5 متر ديال الثوب وصوبها ليا الخياط ب 60 درهم. صافي والبنات ودرت لهم الحديدات في لاغجونطي هكا باش نبقى في نفس التام ديال الكري في هذا الحيط، يعني فوق السرير. حطيت هاد لي كوب هادو حتى هما كنت شاركتهم معكم في فيديو سابق. بصراحه البنات مازال ما لقيتش يعني 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 مازال ما درتش ديكور اللي انا مقتنعه به فوق في هاد لي كوب. بغيت ان شاء الله من بعد وغادي نشري قصص، يعني مجموعه ديال القصص، لان الابن ديالي الكبير بدا هكا يكون عنده ميول لقراءه القصص، فغناخذ لي واحد المجموعه ديال القصص وغنبقى ننظمهم هنا، ومن بعد ان شاء الله نشري لهم هكا ديكورات اللي خاصين بالاطفال واشياء اللي خاصه بهم ونحطهم في هذاك الكوب، لان هذاك يعني هاد الاشياء اللي حطيتها دابا كتبقى غير اشياء مؤقته، يعني ما مقتنعش بها 100%. وحتى نتوما خليو لي الاراء ديالكم، وخليو لي كذلك يعني اشنو بان لكم انني نقدر يعني نحط في هاد لي كوب. صافي وجاو مباشره كيف ما كتشوفوا معايا فوق هاد السرير على هاد الشكل.
فوق البيرو ديال الأطفال فأنا حطيت هذا الكادغ دو فوتو، هذا البنات راه فيه الثمن ديال البحر، وحتى هو كنت شاركته معكم في فيديو سابق في مشترياتي، واحتفظت غير بالصورة اللي فيه لأن هكذا عجباتني وجاتني هكا معبرة. المهم لا لاحظتوا أنا اعتمدت كيف ما قلت لكم في فيديو سابق على اللون الرمادي، الأزرق والأبيض كما كتشوفوا معايا. لأنهم كيتواتاو بشكل كبير مع بعضياتهم، وكيبقى واحد الألوان يعني اللي يعني كيبغيوهم الأطفال. الزريبية البنات حتى هي اختاريتها في اللون الرمادي القاتم كيف ما كتشوفوا معايا، ما كنظنش انها واضحه مزيان. المهم على محل كما تشوفوا معايا، هذا هو البيرو ديال الاطفال، خديته من مرجانه البنات. عنده البيرو الكرسي وعنده كذلك واحد المكتبه ديالو نتوما غتشوفوها، وخديتهم ب 700 درهم على ما اظن. المهم كانوا دايرين 1000 درهم ورجعوا خفضوهم يمكن ب 700 درهم، ما عقلتش صراحه. المهم راه من الحديد يعني بحالو بحال السرير يعني، مشى ليا الديكور ديالو مع السرير يعني، ما مشيتش ما بدلتش يعني الشكل، يعني بقيت في نفس الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. يعني الحديد في اللون الابيض وكذلك والحديد كذلك ديال الاسره في اللون الابيض، وحتى هو من الحديد. هذه البنات شبيكه في البلون كاسي. هذه البنات راه كنجمع فيها كل الالعاب اللي كتكون عندي صغيره يعني، وكتبقى ضايعه هكا في الدار، فين ما مشيتي كتلقاي لعبه صغيره كنجمعهم تماك في هذيك الشبيكه وحطيتها تماك، فكيبقاو يلعبوا الوليدات ومن بعد كنعاودو نجمعوهم نردوهم تما في بلاصتهم. هذه هي بحال الشكل ديال الخزانه. المهم نتوما كنتو شفتوها معايا البنات كنت كنحطها في غرفه المعيشه، فقررت على انني نعاود نجيبها هنا. المهم بقى ما الرأي ديالي ما مستقرش، مره هكا مره هكا. المهم حتى نشوف ليها شي مكان قار. فكنجمع الطبقه الاولى حطيت فيها الكتب ديال الاطفال. الطفل ديالي الكبير يعني من كيمشي للمدرسه الصباح كيدي الكتب ديال العربيه، كيبقاو مثلا الكتب ديال الفرنسيه باش ما كيديش كلشي كنجمعهم تماك. جمعت قصص، جمعت كتب ديالي خاصه بيا، ديكسيونيرات قران. المهم اشياء كثيره ومختلفه في يعني في هذاك الشكل ديال المكتبه. الرف بصفه عامه. هاد اليهوس خديته من سوق الحمراء، السوق اللي كنشري منه الاشياء المستعمله، ولكن كان راه مازال جديد، كان مازال بالتيكيت ديالو، كان مازال حتى بالكيس البلاستيكي ديالو. ولكن كنظن على ان الاصحاب ديالو سمحوا فيه فقط لانه كان يعني ناقص بمخده واحده. فانا حاولت البنات نعوض هذاك المخده اللي ناقصه، فدرت لها كما تشوفوا معايا، درت جوج مخدات، وحده في الازرق وحده في الابيض، غير هكا باش نعاود نبقى في نفس الالوان. وعنده جوج جهات كيف ما كتشوفوا معايا، جهه هكا فيها هذيك الزواقه وجهه سامبل، وانا فضلت هذه الجهه لانها هكا يعني حسيت بها قريبه للاطفال ديالي اكثر. وراه الثوب زوينه البنات وما كيتكمش، فتكمش ليا من التحت غير لانني كنت خشيت تحت السرير، هادشي علاش تكمش. صافي يعني كما تشوفوا معايا على هذا الشكل. في الجهه الاخرى عندي البلاكار ديال الاطفال ديالي او الخزانه، وانا كنت يعني شاركت معكم مده هذه طويله باش شاركتها معكم في فيديوهات من الفيديوهات ديالي الاولين، وشاركت معكم كذلك الطريقه اللي كنت منظماها بها. فهاد الجهه الفوقانيه البنات كتهز يعني كنهز بها الاغطيه، المانط، الثقال، يعني كثير من الاشياء اللي كتجمع ليا تما وعمليه صراحه. وصافي كما تشوفوا معايا فيه ثلاثه ديال الجهات. الجهه هذه اللي حطيت فيها هذاك الرف، او اللي حطيت فيها البنات هاد المنظمه ديال الكتب. يعني هذيك الجهه انا كنت ديجا شاركت معكم، يعني راه كنجمع فيها جميع الاغطيه ديال البيت، ليزور، الاشياء اللي كتكون خفيفه وما كنستعملهاش بصفه يوميه، يعني كنستعملها كل اسبوع هكا ملي كنبغي هكا نبدل الاغطيه، او ملي كنبغي نجبد شي غطاء جديد هكذا. فكان يعني لهذا حطيت انا هاد الرف ديال الكتب حطيته تماك، يعني ما كنستعملهاش بصفه يوميه. كل ما غنحتاج انني ناخذ شي حاجه يعني كل اسبوع تقريبا غادا نزول هذاك الرف وناخذ الاشياء اللي بغيت ونرجعها. المهم على محل انا مازال ما فكرت واش نخليها تماك ولا ما نخليهاش. المهم عطيوني رايكم نتوما اشنو بان لكم، واش نخلي داك الرف تما ولا نرجعو لغرفه المعيشه كيف ما شفتوا معايا قبل، لاني كنت منزلاه في غرفه المعيشه. المهم بالنسبه للتنظيم ديال الخزانه ديال الاطفال ديالي، انا ديجا كنت شاركت معكم حتى هو في فيديو سابق، بلا منظمات بلا حتى شي حاجه، غير بافكار بسيطه وعمليه كنظم لهم يعني الملابس ديالهم. انا غنخلي لكم رابط في صندوق الوصف الا بغيتوا تشوفوه. صافي كما تشوفوا معايا جاي على هذا الشكل، ومازالني اشياء كثيره، يعني راه هذا ماشي شكل نهائي، مازال لازمني شي اشياء ان شاء الله نبدلهم.
ومازال خاصني هكا شي صور اللي تضيف حياة على هاد الحائط اللي في اللون الرمادي باش ما يبقاش هكا يبان اللون ديالو قاتم، مع العلم انه هكا راه اللون رمادي دارج كثير على الموضه، ولكن غادا نحاول نضيف هكا شي صور اللي تغير ليا يعني الشكل ديال الغرفه. المهم على محل خليو لي حتى نتوما الاراء ديالكم اللي يمكن نستفد منها. فآراءكم راه مهمه بالنسبه ليا، فرحنا هنا في يوتيوب غير باش نفيدو ونستفيدو في نفس الوقت. كنتمنى يا ربي ما نكونش كنت ثقيله عليكم، وكنتمنى يا ربي تكونوا خديتوا افكار ولو بسيطه من هذه الجوله الجد متواضعه في غرفه ديال الاطفال ديالي، اصغر غرفه عندي في هذا البيت. ونتمنى ما تنسونيش من اللايك ديالكم الى عجبكم الفيديو. نخليكم ونلقاكم في رعايه الله وحفظه.